من قناة ملوك ساد على اليوتيوب. النهاردة معنا فيديو جديد. طبعا كتير من الناس بتسأل على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك. طبعا عشان القناة دي مهمة جدا جدا، النهاردة هنقول لكم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك وازاي نشغل القناة. أول حاجة زر المنيو. طبعا الفيديو ده شرح فقط وحصري عبر قناة ملوك ساد على اليوتيوب. أول حاجة بتضغط منيو، تخش على علامة القمر الصناعي تركيب، نضغط 4 أصفار علشان نبدأ ننزل أي تردد قنوات جديدة. أي حاجة بتنزل على النايل سات لازم تعمل الخطوات دي علشان تعرف تنزل القنوات. نبدأ ندوس كده على الزرار الأحمر ومفيش غير تردد واحد للقمر نايل سات، تمام؟ 11411. حلو الكلام، تمام. 30,000 دي هتخليها أفق. طيب الناس اللي عندها ريسيفر عادي، طبعا للأسف القناة اتحولت للجودة العالية، يعني ما ينفعش، لازم يكون عندك ريسيفر HD علشان تقدر تشاهد تردد قناة ناشونال جيوغرافيك. طبعا حددنا التردد كده. طيب الناس اللي عندها ريسيفر عادي للأسف لازم تجيب ريسيفر HD، لازم تجيب ريسيفر HD علشان تقدر تشاهد قناة ناشونال جيوغرافيك. هنبدأ ندوس كده على زر البحث ونبدأ ندوس اوكي على طول، بتبدأ القنوات تنزل معانا. ما بتعملش حاجة، كل اللي عليك انك بتصبر على الجهاز لحد ما يبدأ ينزل القنوات. وطبعا التردد ده خاص بتردد قناة ابو ظبي ناشونال جيوغرافيك، تمام. نبدأ ندوس اوكي كده، بيبدأ الجهاز يقف كده ويعمل البحث ويخلص، بيبدأ يدوس على قناة معينة. طيب القناة فين بقى؟ القناة أنا حاططها عندي في قائمة القنوات على الريسيفر. تمام، هجيب لكم القناة هبدأ أجيب لكم قناة ناشونال جيوغرافيك. بصوا يا جماعة، القناة يا جماعة قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، وده اللوجو بتاعها اهي. قناة شغالة عندي علشان عندي ريسيفر HD. تردد جديد 11411 30,000، يعني لازم نجيب ريسيفر HD. على العرب سات شغالة عادي، تمام. وعامل فيديو على العرب سات. في النهاية يا بيت الناس متنساش تشترك في قناة ملوك سات، شير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.